يحكى أن فتى كسولا يدعى سمعان كان يعيش وحيدا في بيته الصغير الذي ورثه عن والده، وكان قد ورث عن والده أيضا 3 غنمات يكسب منها رزقه وعيشه. إلا أن سمعان كان يحب النوم والراحة بشكل لا يصدق، وعندما يستيقظ من نومه يشعر بالملل والوحدة، فكان يرعى هذه الأغنام ليس حبا في العمل، وإنما رغما عنه حتى يجد رزقا يأكل منه. وفي أحد الأيام كان سمعان يفكر ويقول: لو أن لي زوجة ترعى الأغنام بدلا مني حتى لا يضيع شبابي في العمل، فأنا أريد أن أستثمر شبابي في الراحة والاستمتاع بالنوم على السرير. فبدأ يسأل في القرية عن فتاة ليتقدم لخطبتها، فدله أهل القرية على فتاة تدعى عجيبة، فتقدم لخطبتها. ومن سوء حظه كانت تلك الفتاة مشهورة بالكسل مثله، لكنه كان يقول لنفسه: حتى وإن كانت كسولة مثلي إلا أنها ستقتسم معي رعي الأغنام، أفضل من قيامي بالعمل وحيدا. ففرح أهل الفتاة بأن أحدا جاء ليخطبها أخيرا، بعدما اعتقد الناس أن عجيبة سوف تجلس في الدار دون زواج. وكان أهل القرية يتعجبون من ذلك الأمر كثيرا، ويقولون: ماذا سيحدث عندما يتزوج ذلك الشاب الكسول من هذه الفتاة، وكيف ستكون حياتهما؟ وعلى كل حال تزوج سمعان من عجيبة وعاشا في بيتهم الصغير. وفي الصباح أيقظ سمعان زوجته كي ترعى الأغنام بدلا منه حتى يستمتع هو بالنوم والراحة، لكن زوجته رفضت النهوض وقالت له: قم أنت وارعى الأغنام، فأنا لا أستطيع ترك السرير. فأراد سمعان أن يجبر زوجته على النهوض حتى كادا أن يتشاجرا. فقالت عجيبة لزوجها: لقد وجدت حلا لهذه المشكلة، واقترحت عليه أن يقترعا، ومن تأتي عليه القرعة يقوم هو برعي الأغنام. فوافق سمعان على هذه الفكرة، إلا أنه كان خائفا من حظه السيء، ولكن الحظ حالفه، وأتت القرعة على زوجته. فنهضت عجيبة وذهبت لرعي الأغنام وهي تتذمر، بينما